طاسه على النار متوسطه هحط فيها شويه من السكر. انا معايا هنا كوبايه، بس مش هحط الكوبايه كلها، حطيت تقريبا ربعها لحد ما ابتدي يتكرمل. هحط شويه بشويه. اول ما السكر ابتدى يتكرمل بالشكل ده كده هبتدي اقلب بالراحه وادوب الشويه اللي معايا نوعا ما. خلاص ابتدوا يدوبوا، هزود بقى شويه تانيين من السكر، وهكذا وهكذا لحد ما اخلص الكوبايه. انا هحط شويه بشويه زي ما احنا شايفين كده، هسيبهم لحد ما يبتدوا يتكرملوا. كمان هقلب وازود لحد ما السكر بتاعي يخلص. دلوقتي السكر كله داب معايا واتكرمل بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه كده. مش عايزينه يغمق عشان ما يبقاش محروق معايا. معلقه بقى حلوه كده من الزبده هدوبها. دلوقتي انا طفيت النار، هحط كوبايه من الكريمه، ممكن تكون كوبايه من القشطه، ممكن تكون كريم شانتيه وبحليب طبعا. دلوقتي شغلت النار على نار هاديه، رشه كده من الملح تظبط السكر معايا. تقليب بقى مستمر لحد ما الكراميل كله يدوب او السكر يدوب مع الكريمه والزبده. كده الكراميل السكر كله داب بقى جاهز معايا. رشه بقى كده من الفانيليا وكده خلاص نطفي عليه النار بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده كده. تحفه، ريحته تجنن. بفضي الكراميل بتاعي يبرد. كده الكراميل شايفين بقى لونه تحفه وطعمه خطير. دلوقتي بقى بارد معايا وما دخلتوش التلاجة، يعني لو دخل التلاجة هيبقى اتقل من كده لو احنا حابين. وبكده بقى جاهز معانا احلى صوص كراميل لجميع الاستخدامات. لو احنا حابين نزين بيه نعمل بيه اي حاجه، طعمه تحفه يجنن بجد حلو قوي. يا رب وصفه النهارده تكون عجبتكم، واللي جرب الوصفه وتعجبه يا ريت يسيب لي رايه في كومنت، واللي اول مره يشوف قناتي يعمل اشتراك، واللي عجبه الفيديو يعمل لايك.